أفادت وكالة شينخوا الصينية بأن المستشفى المؤقت في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا أنهى أعماله بعد شفاء جميع الراقدين فيه. وأشارت الوكالة إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان في مقاطعة هوبي الصينية بعد تعافيهم، فيما نشرت الوكالة صورا تظهر مشهدا غير مألوف للمستشفى المؤقت الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظا بالمصابين بالفيروس وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس. هذا وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين سجل تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات الصينية مساء السبت الماضي عن وفاة 27 شخصا فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس.